أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن سلامة القلوب أمر يبحث أو جاء الإسلام من أجله. سلامة القلب، سلامة القلب كان دعاء نبي الله إبراهيم لما كان يرفع القواعد من البيت، فدعا الله لهذه الأمة أن ترزق رسولا يزكي نفوسها ويطهر قلوبها. فقال سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى أن قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. جاء سيدنا إبراهيم بهذا الدعاء، فجاء بالعلم ثم سمى بالتزكية. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتن الله على هذه الأمة ببعثته صلى الله عليه وسلم، فقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. فجاء الله بالتزكية قبل العلم، مع أن نبي الله إبراهيم دعا ربه بأن يبعث فيهم رسول يعلمهم ويزكيهم، ولكن الله بين الأفيد والأصلح أن التزكية خير من العلم ومقدمة على العلم. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالأمة الإسلامية أمة مرحومة وأمة تزكية القلوب بهذا الدين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. والخطاب لك أخي الحبيب، كل إنسان فينا يعتبر هذا الكلام له هو ليس لغيره. كل إنسان فينا يسمع هذه الكلمات يظن بالناس جميعا خيرا ويتهم نفسه أنه أسوأهم وأنه أبعدهم عن الله. لذلك إنك تتعامل مع بشر وليس مع ملائكة، تتعامل مع بشر يخطئون ويذنبون ويستغفرون ويعصون ويرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى. فأنت تتعامل مع بشر مكلفين ويعصون ويذنبون ويتوبون، فلتنظر بهذا المنطلق إلى الناس جميعا. لذلك يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه: إن لكل عالم ولكل ذي شرف وفضل عيبا. ما فيش حد خالي من العيوب. العالم والغني وكل إنسان صاحب رياسة، صاحب علم، صاحب مال، صاحب منصب، أي إنسان عنده عيوب. كما قال سعيد بن المسيب: إن كل ذي شرف وذو علم وذو فضل عيبا، وإنه من الناس من لا يجب أن تنشر عيوبهم، فمن كان فضله أكبر من نقصه وهب نقصه إلى فضله. يعني إيه الكلام ده؟ صلي على رسول الله. يعني تنظر إلى عالم من العلماء قدم العلم طيلة عمره يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أفنى شبابه في الدعوة إلى الله عز وجل، ثم ترى منه اختلافا لا تهدم كل السنين التي مرت من عمره، ولا تتهمه بالإجرام، فالتهب كما قال سعيد بن المسيب: فليوهب نقصه إلى فضله.
لا يكن الإنسان كبعض النساء التي قال عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: والله ما رأيت منك خيرا قط. خيرا أبدا أبدا. في بعض الناس كده، في فئة من الناس بهذا المنطلق. لذلك سلامة القلوب أمر مهم ينبغي كل واحد فينا أن يعرفه. لذلك نجد أيها الأحباب الكرام القرآن تحدث عن سلامة القلوب، فذكر لنا فئة من المؤمنين ذكروا من خلفهم ومن ماتوا قبلهم فدعوا لهم كما دعوا لأنفسهم. في حد فينا بيدعو مثل هذا الدعاء في حياته؟ تذكر، اسمع هذا الدعاء واسأل نفسك: كم مرة دعوت لمن سبقك بالإيمان؟ كم مرة دعوت للمسلمين الذين توفاهم الله عز وجل على الإيمان؟ قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جاءوا من بعدهم ودعوا لأنفسهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لذلك خاطب ربنا رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال مخاطبا هذه الأمة: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. تعفوا وتصفحوا وتغفروا، والصفح هنا صفح جميل، صفح بلا عتاب. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى أيضا: فاصفح الصفح الجميل. وقال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال عز وجل أيضا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم تأتي به يوم القيامة. السليم يعني سليم من الحقد والغل والكراهية لأحد من المسلمين. من جاء بهذا القلب السليم هو الناجح يوم القيامة، وهو الفائز يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه كلها آيات. بل إن الكلمة الطيبة والمغفرة خير من العطاء مع الذل والكلمة الخبيثة. فقال سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. إذا أعطيت أحد من الناس عطاء ثم أتبعته بأذى، الإسلام يقول لك لا، ربنا يقول لك لا تعطي وتكلم كلمة طيبة. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وكثير من الآيات نجد أمثلة على سلامة القلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رحلة الطائف كان قلبه سليم حتى على المشركين فلم ينتقم منهم. فكما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله هل مر عليك في حياتك يوم قط أشد عليك من يوم أحد؟ قال: نعم، يوم الطائف. يوم خرج إلى الطائف وضرب بالحجارة وخرج يعني شج وجهه، كل هذه الأشياء. فخرجت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بجبريل ومعه ملكان. جاءته الفرصة لينتقم، جاءته الفرصة لتدمر مكة ويدمر الطائف بلحظة، وهو غضبان وهو متألم. يا محمد هذا ملك الجبال فأمره بما شئت. فقال ملك الجبال: يا رسول الله لو شئت أطبقت عليهم الجبلين الأخشبين لفعلت، الأمر في إيدك، أطربق عليهم الدنيا. فقال النبي: لا. تخيل أنت لو في هذا الموقف، لو إنسان مننا في هذه الأيام في هذا الموقف
وأقرب الناس إليه كان في خصومة معه لساعة ولا لساعتين وجاءته فرصة لينتقم لأزاحهم من على وجه الحياة في لحظة، مع أنه كان معه تاريخ وماضي جميل. لكن هذا رسول الله مع مشركين، فيقول لا، عسى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده. سيدنا يوسف عليه السلام الذي عاش حياته مشردا بسبب إخوته، ألقوهم في البئر وفرقوا بينه وبين أبيه وبين وطنه، وكاد أن يموت في البئر ويباع ويشترى ويسجن، القصة المعروفة دي. فلما جاءه وقت وأصبح فيه يوسف عليه السلام هو على القمة وعلى العرش وبيده مقاليد الحكم في ذلك الوقت، وأصبح إخوته أذلاء عنده محتاجون إليه، ماذا قال؟ اسمع هذا الموقف وحلله جيدا. قال تعالى عن يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. فين البئر؟ أين البئر يا نبي الله يوسف؟ لم تذكره لماذا؟ أليس البئر أخطر من السجن؟ كدت أن تموت في البئر غرقا أو إهمالا ونسيانا من الناس، فكان البئر أخطر. لكن السجن فيه طعام وفيه أكل وشرب، ما فيهوش مشكلة. فكان ينبغي أن يقول إذ أخرجني من البئر. لماذا لم يقل إذ أخرجني من البئر؟ الإخوة جالسون فلم يرد أن يعيد الماضي، لم يرد أن يحرجهم، لم يرد أن يذكرهم بفعلتهم، بل جاء بأقرب محنة: إذ أخرجني من السجن وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. من بعد ماذا يا نبي الله؟ من بعد أن ألقاك إخوتك في البئر لم يذكرها، بل قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الله أكبر. الشيطان لم يقل إخوتي فلان وفلان دبروا لي يا أبي وهم الآن أستطيع أن أفعل بهم كذا أو أسجنهم، لم يقل هذا، بل قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. دول إخواتي، عمره كله مشرد بعيد عن أبيه وأمه، ومع ذلك يتعامل هذا التعامل الطيب الذي يعلم كل مسلم أن يكون قلبه ليس محمولا ولا محشوا غلا وحقدا على من يخالفه في الرأي أو في المذهب أو حتى في العقيدة. تجد المسلمين الحروب اللي موجودة الآن والقتالات من أجل وساخة الصدور وقذارة قلوب بعض الناس. نبي الله يوسف يعلمنا من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إخوته إن ربي لطيف لما يشاء. تستطيع أن تفعل هذا؟ إن المرأة إذا تشاجرت مع زوجها تنسى كل فضل، والرجل كذلك إذا تشاجر مع زوجته ينسى منها كل فضل. حال الناس تغير وقلوبهم اسودت. إن الكلام لابد أن يسمعه كل واحد منا وأنا أولكم، فأظنه موجه لي، لأن هذا مرض عام وهو مرض مستعصم في هذه الأمة للأسف، أمة محمد، الأمة المزكية، الأمة التي ينبغي أن تكون مزكية من الله سبحانه وتعالى، جاءها رسول ليزكيهم. أين هذه التزكية الآن؟ وأين طهارة القلوب الآن؟ إن أحد التابعين سالم بن عبد الله رضي الله عنه كان في الحج وهو من علماء التابعين، فدفعه أحد الناس أو اصطدم به من غير قصد والرجل لا يعرفه، فنظر إليه الرجل وقال إني لأظنك رجل سوء. الرجل يتكلم مع عالم يقول أنت رجل مش كويس، أنا أظنك رجل شر. فنظر إليه سالم وقال إنك الوحيد الذي عرفتني،
لم يجادله ولم يقل أنا من وأنا عالم لا، قال اختصر، قال إنك الوحيد الذي عرفت. اتهم نفسه، قد يكون بحق رجل سوء. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تولى الخلافة وسار في أسواق وسار في شوارع المدينة، ثم دخل إلى المسجد ليلا ومعه بعض حرسه، وكان أحد الناس نائما فعثر به أو اصطدم به وهو نائم، ففزع الرجل وهو لا يرى من هذا، فقال أمجنون أنت؟ يكلم عمر بن عبد العزيز ويقول أمجنون أنت؟ فقال عمر لا. فهم الناس أن يقبضوا عليه، فقال لهم دعوه، إن الرجل يسألني سؤالا وأنا أجبته، أمجنون أنت؟ قلت له لا. وينتهي الأمر. إن هذا عند صاحب الفطنة وصاحب القلب السليم الذي لا يتلكك على كل شيء، والذي يحسن الظن بالآخرين ويسيء نفسه ويتهم إلى نفسه ويتهم نفسه قبل أن يتهم الناس. إن أحد الصالحين أيضا الأعمش وإبراهيم النخعي كان يسيران في شوارع البصرة، والأعمش عنده عمش في عينيه، وإبراهيم النخعي عنده حول أو عور في عينيه، فيسيران إلى المسجد. فقال إبراهيم النخعي للأعمش ما رأيك لو غيرنا طريقنا حتى لا نمر على سفهاء البلدة فينظرون إلينا فيسخرون منا ويغتبوننا، يقولون أعمش يسير مع أعور. فقال له الأعمش إذن حسنا نسير حتى نؤجر ويأسمون، لا ده احنا نتعمد نمر حتى يشتموننا أو يغتبوننا فنأسم فنؤجر ويأسمون. فقال سبحان الله، وماذا لو غيرنا طريقنا ونسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون. نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر نحن ويأسمون. ماذا تستفيد لو أن مسلم دخل النار بسببك أنت؟ تستفيد إيه؟ أنت ما أنت إلا مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرج الكافر إلى الإسلام. أتكون سببا في إدخال مسلم شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله النار بسببك أنت؟ ماذا تستفيد؟ بل نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون. سلامة القلوب وصلاحها أمر خطير لا بد من معرفة أسباب صلاح القلب. تعالوا بنا لنتعرف على بعض الوسائل وليس كلها التي تصلح فساد قلوبنا. أولها أيها الأحباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن. ثلاث أشياء إذا وجدوا في قلب مسلم لا يصابه الغل. أولا إخلاص العمل ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين. الصلاة في جماعة وإخلاص العمل ومناصحة ولاة الأمر. ثانيا القرآن، قرآن الله كتاب الله الذي بين يديك فيه الشفاء كما قال الحق عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. القرآن هذا شفاء، استمع إليه كثيرا، اقرأ فيه كثيرا، شفاء لما في الصدور. الدعاء لك ولغيرك من المسلمين، جرب هذا. إذا رأيت صاحب نعمة فادعو الله له أن يبارك له. ادعو للمسلمين كما تدعو لنفسك، لا تدعو على المسلمين بالهلاك. ادعو لهم بالهداية، ادعو لهم بالتوفيق، ادعو لهم بالبركة في أموالهم، بالتوبة عليهم، بمغفرة ذنوبهم، مصداقا لقوله تعالى: والذين جاءوا من قبلهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. أيضا أيها الأحباب الكرام، إفشاء السلام بين المسلمين وعدم الخصام على أتفه الأسباب. إفشاء السلام هذا يشيع الحب بين الناس وينزع الحقد والغل والكراهية من قلوب المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟
أفشوا السلام بينكم. الرسول يقول هذا الكلام، يقول لن تدخل الجنة حتى تؤمن، ولن تؤمن حتى تحب أخيك المسلم، حتى يكون الحب بين المسلمين. بالله عليكم، هل الحب الآن بين المسلمين؟ هل تحب جارك المسلم؟ بل إن الأخ الآن يكره أخوه اللي من أمه وأبوه. المشكلة كبيرة. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. السلام هذا سلام ليس مجرد السلام عليكم وخلاص، ده سلام بالقول والفعل. لا تكن سببا في إغضاب مسلم ولا إرهاب مسلم ولا ترويع مسلم. هذا سلام عملي وسلام قولي. فكل هذا ديننا يخاطبنا بذلك. لذلك أيها الأحباب الكرام، حديث من الأحاديث بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامة القلب سبب من دخول الجنة. عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: سيطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج رجل من الأنصار لحيته تقطر من الوضوء، ويحمل حذاءه أو نعليه تحت إبطيه. فخرج. وفي اليوم الثاني قال النبي نفس الكلام فكان ذلك الرجل. وفي اليوم الثالث كان ذلك الرجل. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. فعبد الله بن عمرو بن العاص قال: لأتبعن ذلك الرجل فأرى ماذا يصنع، بيعمل إيه الرجل عشان يكون من أهل الجنة. فذهب إليه وتحجج بحجة حتى استضافه عنده 3 أيام، وأخذ يراقب الرجل في بيته بيعمل إيه، بيقرأ قرآن كم جزء في اليوم، بيصلي كم ركعة بالليل، بيطعم كم مسكين. فأخذ يراقب الرجل فما وجده يفعل أكثر من الفرائض اللي بيعملها، غير أنه ما تقلب من الليل إلا ذكر الله وكبر، تقلب على السرير يذكر الله حتى صلى الفجر. بعد 3 أيام قال له: يا هذا لقد سمعت رسول الله يقول فيك كذا، وما رأيتك تصنع أكثر مما نصنع، فبماذا تفوقت علينا؟ قال: ما إلا ما ترى، ما أفعل إلا ما رأيت. ثم انصرف الرجل، صرف عبد الله بن عمرو فنادى عليه مرة أخرى قال: ما أفعل إلا ما رأيت، غير أني أبات لا أغش مسلما ولا أحقد عليه، وليس في قلبي غل ولا حقد ولا كراهية لأحد من المسلمين. تقدر تعمل كده؟ تيجي من كده وأنت مرتاح وأنت تدعو لكل المسلمين ومفيش غش ولا حقد ولا كره على أحد من المسلمين؟ قال: إذن بهذه تفوقت علينا وتلك التي لا نطيقها. دي حاجة صعبة، ده شيء صعب على الناس. وتلك التي لا نطيق. إذن بنتكلم عن أسباب سلامة الصدور، ونتكلم الدعاء للمسلمين، وأن تفرح بفرح المسلمين وأن تحزن لحزنهم. فلقد شتم سيدنا عبد الله بن عباس، سبه رجل فقال له: أتشتمني وتقول لي هذا الكلام وفي 3 خصال؟ ما هي يا ابن عباس؟ قال: أما الأولى ما مررت على آية من كتاب الله وعلمت ما فيها من فقه وعلم إلا وددت أن كل مسلم يعلمها، يعلم مثل ما أعلم. ثانيا ما سمعت بحاكم عادل يحكم بين الناس في بلد من بلاد المسلمين إلا فرحت لذلك، وما أظن أن لي عنده قضية، يعني قاضي بعيد عنه خالص في بلد تاني لم يقاضى إليه. والثالثة ما سمعت بغيث أي مطر نزل في بلد من بلدان المسلمين إلا فرحت لذلك، وما لي بها سائمة، إبل سائمة ولا غنم ولا زرع. يعني خير في بلد إسلامية المسلم بيفرح، من المفترض أن هو يفرح لذلك. هذه أمور المسلم ينبغي أن تكون كلها فيه. أيضا من الأمور التي تكون في سلامة الصدور وسلامة القلوب عدم نقل الكلام بين الناس. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أصحابه: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر.
لا يبلغني أحد عن أحد شيئا من أصحابي، فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر. فبعض الناس يتقرب إلى بعض المسؤولين ويخوض في الناس ويتكلم يكون جاسوسا على الناس وهكذا. هذا يظن